الحوادث اللي بتحصل، لا حول ولا قوة الا بالله. بس ما تجريش ما تجريش. ما انت عينك شايفه، يقول لك انت عينك شايفه بقى، دي لازم تبقى في مسافه ما بينك وبين العربيه اللي قدامك. هو حسابه 468 اه، مدينا 500. صباح الخير والرزق على اخواتي، بتمنى لكم كل الخير والرزق يا رب. فيديو النهارده كان تاني يوم بعد زياده البنزين على طول، وقبل اي برنامج ما يعلن عن اي زياده او اي حاجه. واول ما نزلت استلمت اوردر من مرسول كان رايح المعادي. تعال نشوف هنروح المعادي وهنعرف نرجع بحاجه من هناك ولا هنرجع فاضيين زي كل مره. شوف كمان احداث اليوم هتمشي ازاي. بس عايزك الاول تصلي على النبي، تدعي دعوه حلوه لاخوك، ويا ريت كمان لو تعمل لايك. وشرفني كمان اخويا لو اشتركت. اتمنى لك اخويا مشاهده ممتعه. صباح الخير والرزق على اخواتي، يا رب تكونوا بخير. يوم شغل جديد ونازلين الساعه 2:30 ومستلمين اوردر من مرسول، واستلمنا اسطوانتين بتوع اكس بوكس تمام، وحاسبنا عليهم دول حسابهم 300 جنيه. رايحين نوصلهم ان شاء الله باذن الله المعادي تمام. فممكن بقى واحنا ماشيين نفتح اوبر ناخد حاجه في طريقنا، مثلا نحدد وجهه على المعادي على كورنيش المعادي وناخد حاجه في طريقنا. بس الاول هشيل دولت احدد وجهه وارجع لكم. دلوقتي انا حددت وجهه وشلت الاسطوانتين، وانا استغنيت عن الشنطه الكبيره وجبت الشنطه دي. الشنطه دي كانت عندي بس انا ما كنتش بلبسها. استغنيت عن الشنطه الكبيره عشان انا ما يعني لسه الوقت ما دخلش الصيف والكلام ده كله، انا ببقى حاطط فيها ازازه ميه ساقعه وقصه. فانا خدت منها الحبل اللي بربط بيه اي حاجه، حطيته في الشنطه دي، وحطيت فيها سلك الشاحن والشاحن بتاعي والحاجات المهم اللي انا بحتاجها يعني. بس ومثلا كان في مفكه وكان في عده برضو مفكه حطيته هنا، والعده حاولت حطيتها مثلا تحت البطاريه اللي هو مفتاح ولا مفتاحين كده كده، مفتاح البوجيه برضو تحت البطاريه. فحطيت الكلام ده كله ايه، استغنيت عن الشنطه الكبيره. قلت طبعا عشان بتتعب لي ظهري لما البسها، وساعات بحطها هنا معايا رحله هي بترن راح تدق بتدقي ماشي ناخد دقي، وبعد كده نطلع على الكورنيش بقى على المعادي تاني. بس انت فين يا عم؟ هو في قلب الوراق، كنت ناخده في طريقنا برضه. السلام عليكم. في الطريق لا توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب استغفر معانا يا رب، كرمنا اصلح حالنا. البنزين غالي، مش عارفين الشركات هتعمل معانا ايه. لسه محدش اتكلم في اي اسعار ولا في اي حاجة، ولا حد سأل ولا حد حتى على اي كلام. ده في وقت تصوير الفيديو ده، معرفش بقى اليومين الجايين هيحصل فيهم ايه. الشركات هتعلي، مش معقوله تستمر على كده. يعني عندك الدرايف دي ما بتفكرش، يعني ما بتجيش جنب الاسعار خالص. يقول لك لا علي انت السعر على العادي، حط سعر عادل ثابت وتعلي لي مثلا 2 3 جنيه اعرف اعديهم. يعني حط لي مثلا ليميت ان انا ما اقدرش اعديه، لكن لسه سايبها لي انا كده مفتوحه وسايبها للعميل مفتوحه. ايه يا عمنا فاهمني؟ يعني احط لي انا احط السعر عادل ومثلا انا هقبل بيه. يعني انا بلاقي كان السعر العادل اللي هو كان بيظهر ايام رمضان كنت بقبل على السعر العادل ده ما بعليش، هو السعر كويس. بص بقى انا لسه محول 100 جنيه المرسول من شويه، فجيت مش باخد على مرسول رحلات كتير خالص، بقالي كتير ما باخدش من عليه حاجه. فاتفاجئت ان هو محتاجين مني 80 جنيه، انا عليا 80 جنيه في الجنيه. حولت ال 100 جنيه دلوقتي حالا اول ما استلمت المشوار اللي هو اللي انا مستلمه عليه على الاسطوانتين. بص دلوقتي بعت لي رساله ان الرصيد اتفعل، عكس ما كنت شغال قبل كده في رمضان في اول رمضان وبعت ال 100 جنيه وصلت بعد ما خلصت شغل، بعدها بخمس ست ساعات. حالات القهوه هنا وانا ماشي عبد عادي خالص، عبد
34 ماشي. برضه اسعار زي ما هي، ولا هيعلوا ولا هيجوا جنبنا، هيفضلوا سايبيننا كده لغايه لما ايه بقى الناس ايه تقفل البرامج. بس اصلا ما بتحصلش، المشكله ان ما حدش بيبطل شغل. طب هتقولي طب ما انت شغال، ما برضه الناس برضه معذوره بصراحه يعني. انا برضه واحد من الناس يعني هسيب برنامج الدرايف ماشي، هسيب دي ماشي، طب هشتغل على اوبر تمام ومرسول تمام، ده الصح. لكن ايه يعني انا قصدي ايه ان انت تقطع كذا برنامج، يعني تقطع مثلا الدرايف ودي لغايه لما يظبط اسعاره، هو مثلا اركز مثلا على اوبر. طب بس اللي معهوش مثلا غير اندرايف وديدي بس هيعمل ايه صحيح؟ هيشتغل ازاي؟ طب اشتغل على واحد منهم مثلا. بس لازم الناس يعني لازم الناس تتكاتف وتعمل وقفه، لان كده الاسعار ديت بصراحه حرام. حرام. البنزين لما غلي في اللتر الواحد 2 جنيه. فانت هتعمل ايه ولا انا هعمل ايه ولا الناس هتعمل ايه؟ والله العظيم ما بقتش فاهم حاجه. والحمد لله ربنا بيكرم وبيرزق وكل حاجه، بس يعني لازم برضه الاسعار مش كده مش كده. والله يا جماعه ده الواحد لسه صرف على المكنه ايه. احنا رايح الروضه يس يبقى عند الجامعه تقريبا، لازم ندخله من بعد الجامعه تقريبا يعني. أين أنت يا أبو بكر؟ أبو بكر يلا بينا. على الله. يا لهوي على الحته الجميله اللي كنا بنيجي نقف فيها زمان. جميله قوي الحته دي، منك ايه للبحر على طول.
20 جنيه. اتفرج على القلب ده كله، لا 20 جنيه، لا حول ولا قوة الا بالله. زحمة والجامعة ولف من قدام وارجع ورا، لازم يزودوا والله. يلطف بينا والله. احنا دلوقتي متجهين على الاوردر بتاع مرسول. معادي على طول زي ما انت. طريقنا الى المعادي. يا على حوادث اللي بتحصل، لا حول ولا قوة الا بالله. طب السوزوكي ما زعلتش، السوزوكي الثانية دي اللي زعلت. يا خبر ابيض، اتنين حريم، شكلهم اتنين حريم. واحدة وقفت والثانية لبست وراها على طول. اغلبية اللي بيبقى غلطان، يعني اللي بيتخبط من وراه ده، هو ما يعني ملوش دعوة، بس ممكن يكون واقف فجأة، بس هو ملوش دعوة، اللي وراه اللي يخلي باله. ما انت عينك شايفة، يقول لك انت عينك شايفة، لازم تبقى في مسافة ما بينك وبين العربية اللي قدامك. يقول لك لا، هو اللي غلطان اللي ورا على طول، اللي خبطه من ورا هو اللي غلطان. ايه، يقول لك ادي مسافه بينك وبين اللي قدامك عشان ما يحصلش حاجه زي كده. اعمل حساب ان هو ممكن يقف فجاه، حد يعدي من قدامه، عيل يعدي من قدامه، شخص يقع مثلا وهو بيعدي، هيعمل ايه؟ هيدوس فرامل، هيقع يدوس فرامل. فانت لما تبقى في مسافه هتلحق تدوس فرامل، لكن انت كابس فيه كده على طول هتلبس، وربنا بيستر في الاول وفي الاخر يعني. تصدق انا كل ما ماشي على اللوكيشن اللي متحدد بتاع اللي انا حددته بتاع اوبر، نسيت اللوكيشن بتاع الراجل. كويس قوي، بينا وبينا 6 كيلو اهو. طبعا شويه حلوين الحاجات بتاع اوبر دول ظبطوا معانا الدنيا. على اليمين طلع عليها نور كده بتاع نجوم والكلام ده. تمام. وصلنا يا باشا عند العميل. نقفل برضه المكنة لأن هو في الدور الأرضي. بس ما تجريش ما تجريش ما تجريش، لو جريت هيجري وراك. اسطوانتين. باشا هو حسابه 468 اه، مدينا 500 وادينا له 30 صح كده؟ اه صح مظبوط. تم التوصيل يا باشا. نقفل كده، اديله 5 نجوم شكرا. رجعنا فتحنا اوبر تاني وقفلنا الاوردر بتاع مرسول، والمكسب بتاع الاوردر بتاع مرسول دوت مكسبنا فيه 116 جنيه. تمام. رجعنا فتحنا اوبر تاني ناخد رحله
ودخلتين بعد كده نخش نصلي العصر ان شاء الله باذن الله. خدنا رحله من اندرايف اهي، رحله 6 كيلو خدناها ب 40 جنيه. هو كان كاتب لي المانيال، بعد كده ما قبلت لقيت مكتوب دار السلام. بس على ما اعتقد يعني ممكن تكون على الكورنيش بتاع دار السلام الزهراء ماشي. ايه نبعد بعيد عن شارع دار السلام خالص يعني ان شاء الله. ربنا يسترها بقى. وفين اصلا؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ مهاب صح؟ توكلنا على الله. ايه على الصبح في ايه؟ على نزلة دائري، في نزلة دائري؟ دي طلعت ونزلة دائري؟ قول دي نازلة ودي طالعة يعني؟ انا مستغرب هم واقفين على النازلة يعني. لا ده بره وبره. تحسوا ان شارع على الدائري. تحس ان هو شارع على الدائري. اه لا احسن بكتير. هنا ولا؟ أربعين. استنى خد العشرة بتاعتك. خد يا باشا والله. بسرعة. هو محدد في حتة، هو رايح حتة تانية. فبصراحة أنا ما بتكلمش عارف زيادة يعني، خلاص مش فارقة كيلو مشيته زيادة. لأن أنا واخد سعر الرحلة حلو يعني 7 كيلو ب 40 جنيه معقول مش وحش. هو من نفسه يعني راجل محترم 7 على 10 جنيه 1000 كيلو. ندور على أي حاجة كده وإحنا في دار السلام. مفيش، كل اللي بيجي بينه وبينه 8 كيلو 4 كيلو 5 كيلو. حتى الرحلة المفروض بترن أهي بينه وبين الاستلام 8 كيلو كتير أوي. هنضطر نطلع كده وننزل كورنيش نتجه على اتجاه 8. فتحنا اوبر عشان مفيش رحلات، وقتنا الرحله رايحه الدقي من هنا ومن على الكورنيش. شغال قدامنا اهي على الكورنيش يعني رايح الدقي. شارع شرقي جوه برضه مرسول فاكرين كان بعيد قوي عني يعني. السلام عليكم استاذ وليد. حلو الجهاز. اتفضل يا باشا اتفضل. توكلنا على الله. ماشي.
18 ماشي مش عارفة بقى نروح نصلي مصليناش نكمل مكتول هنكمل اوبر هنكمل اندرايف احنا هنكمل بس ان شاء الله بعد ما نصلي صلي العصر بس هنا حبيبي المسجد اهو نعمل صلاة العصر في المغرب ونرجع ناخد المكنة من عند الراجل الطيب المحترم ده. الحمد لله صلينا صلاة العصر. هنا رحلة على اندرايف راحة 100 عقبة خدناها ب 35 جنيه تقريبا 4 كيلو 4.5 كيلو حاجة زي كده يعني. السلام عليكم شكرا. ندخل نرجع كده احسن يريح. توكلنا على الله. جات لي رحله على اوبر هي رايحه هنا العجوزه. احنا رايحه العجوزه هنستلمها تقريبا من المطار وراجع العجوزه تاني يعني اروح اجيبها وارجع تاني. سبارو صح؟ اه نلف ونرجع افضل صح؟ نلف ونرجع افضل. اه الله.
يلا 16 خد 5 اهي. خلاص ماشي. والله يا اخواتي صلاة المغرب أذنت، رحت أصلي المغرب، احتمال كبير ما كملتش شغل، احتمال كبير بقية الرحلات بتاعت سفر دي أعملها بكرة، لأن بصراحة يعني النهاردة اليوم كان صعب أوي. رحنا المعادي ورجعنا من المعادي على المانيال، كانت لفة حلوة يعني. على حسب بقى اشوف الدنيا هتبقى فيها ايه، اعرف اكمل شغل اعمل لي رحله كده ولا حاجه ولا رحلتين بكره ان شاء الله اكمل الرحلات دي. طب يا حبيب اخوك، الحمد لله اليوم عدى على خير، وانا دخلت بصراحه صلاه المغرب وبعد كده طلعت عملت رحلتين على اوبر، فما حبيتش اطول عليك وقت الفيديو اكتر من كده. اتمنى الفيديو يكون عجبك، ما تنساش بقى تصلي على النبي، لو عندك اي سؤال اكتبه لي ان شاء الله هرد عليك، وسايب لك لينك التسجيل في اوبر في صندوق الوصف، وفضلا تعمل لايك لو لسه ما عملتش يعني، وتشرفني كمان لو اشتركت. اشوفكم على خير، سلام.